تخيلوا معايا هاد السيناريو. في 2026 كتدخل البنكة المغربية اللي مولف كتصيفط منها الفلوس للدار، وفجأة كتلقى بلي مصاريف التحويل اللي كانت شحال هادي 10 أورو ولات 40 ولا يمكن 50 أورو. والمصيبة الكبيرة هي يلاه لقيتي ديك البنكة سدات بصفة نهائية، وفي نفس الوقت كتبغي تدخل تشري شي حاجة لوليداتك من دوك المواقع ديال الانترنت رخيصة، وكتصدم أن الحاجة اللي كانت دايرة 2 أورو ولات كتقام عليك ب5 أورو. هادشي ماشي خيال علمي، هذا هو الواقع اللي كيتسنى الجاليه المغربيه كامله هنا في اوروبا. ضربه غادي تجي في الطريقه باش كنصيفطوا الفلوس لبلادنا، والضربه الثانيه غادي تجي في جيبنا نيشان ملي نبغيو نشريو ابسط الحوايج من الانترنت. هاد الشيء غادي يبدل طريقه العيش ديالنا كاملين، وغادي يفرض علينا نعاودوا حساباتنا من الصفر. في هاد الشرح المفصل غادي نفصلوا هاد الزلزال المالي اللي جاي، وغادي نفهموا شنو واقع بالضبط وعلاش، والاهم من هادشي كامل هو كيفاش نقدروا نوجدوا ليه. شكون فينا اللي عايش هنا في الغربة وما كيديرش هاد الخطوة كل شهر ولا شهرين؟ نصيفطوا الفلوس للمغرب ماشي غير مجرد عملية بنكية، هذه هي صلة الرحم، هذه هي البركة اللي كتربطنا مع والدينا وعائلاتنا. الواحد كيصيفط باش يعاون الوالد يخلص الدويات ديالو، ولا باش يعاون خوه الصغير يكمل قرايته، ولا باش يبني ديك الدويرة اللي كيحلم بها من سنين. كنصيفطوا باش نفرحوا الوليدة في العيد الكبير، ولا باش نصيفطوا الكادو ديال النجاح لشي واحد عزيز علينا. هاد الفلوس هي العرق ديال تمارة ديال الغربة، وكل أورو فيها عنده معنى كبير بزاف. وهاد العملية اللي مقدسة عند كل مغربي هي اللي غادي تكون الهدف الأول ديال هاد القوانين الجديدة اللي جاية. وملي كنقول كابوس راه عارف مزيان شنو كنقول، حيت القضية ماشي غير زيادة ديال 5 ولا 10 أورو في المصاريف وصافي، لا، القضية أعمق وأخطر من هادشي. ابتداء من 2026 ديك العملية اللي كانت ساهلة مهلة غادي تولي عبارة على طريق كلها عقبات وتكاليف، لواحد الدرجة اللي بزاف ديال الناس غادي يقدروا يعياو ويقولوا صافي اللهم بلاش. وهذا هو الخطر الكبير، حيت ملي كيتسدوا البيبان القانونية بنادم بطبيعة الحال كيبدا يقلب على حلول أخرى في الظلام، حلول اللي تقدر تدمر ليه حياته ومستقبله في أوروبا بشكل كامل. وهذا الشيء ماشي صدفة، هذه قوانين مدروسة ومخطط لها من شحال هذه هنا في أوروبا. يلا دابا ندخلوا لقلب الموضوع ونفهموا القصة من الأول. الضربة القاضية الأولى اللي غادي توجه للجالية المغربية غادي تكون في التحويلات المالية، والسبب الرئيسي هو واحد توجيه أوروبي جديد سميتو CRD6. عقلوا على هاد السمية مزيان، سجلوها في شي ورقة، حيت هي سبب المشكل الأول. هاد CRD6 هو القانون اللي غادي يقلب الطابلة كاملة على الأبناك المغربية اللي خدامة هنا في أوروبا، وغادي يغير قواعد اللعب بصفة نهائية. إذن شنو هو هذا المسخوط ديال CRD6؟ باش نشرح لكم ببساطة، الاتحاد الأوروبي ما بقاش باغي يتعامل مع الأبناك اللي جاية من خارج أوروبا بنفس الطريقة اللي كان كيتعامل بها شحال هادي. قبل كان كيشوف البنك المغربي اللي كاين مثلا في باريس على أنه مجرد فرع صغير تابع للبنك الأم في كازا. دابا لا، النظرة تبدلت، ولا كيشوف هاد الفروع ككيانات مستقلة وكيعتبرها مصدر ديال الخطر المالي، وباش يحمي راسو من هاد الخطر فرض عليها شروط تعجيزية باش تقدر تكمل الخدمة ديالها. بحال إلا قال ليهم بغيتو تخدموا عنا مرحبا، ولكن غادي تخدموا بالقواعد ديالنا وغادي تخلصوا الثمن اللي غادي نفرضوا عليكم، وهاد الثمن للأسف غادي يكون غالي بزاف. باش تفهموا الفرق مزيان شوفوا معايا هاد المقارنة. قبل من 10 يناير 2026 الوضع كان سهل، البنك المغربي في أوروبا كان بحال شي حانوت صغير تابع لشركة كبيرة في المغرب، التكاليف كانت على قد الحال والمصاريف قليلة. ولكن من بعد هالتاريخ هاد الفرع الصغير مطالب باش يولي شركة أوروبية مستقلة قائمة بذاتها. وشنو كيعني هادشي؟ أولاً خاصها تحط واحد رأس المال ضخم كضمانة كيتسمى رأس مال تنظيمي، كنتكلموا على عشرات الملايين ديال الأورو اللي خاصها تبقى مجمدة في البنك المركزي الأوروبي. ثانياً خاصها تبدا تخلص ضرائب جديدة ومعقدة بحال أي شركة أوروبية، وهذا الشيء كيعني مصاريف خيالية. ثالثاً خاصها توظف جيش ديال الخبراء والمراقبين والمحامين الأوروبيين باش يتكلفوا بالإدارة والمراقبة اللي ولات معقدة بزاف. ودابا السؤال المنطقي هو، هاد المصاريف كاملة منين غادي يجيبها البنك؟ واش غادي ينقص من الربح ديالو؟ أكيد لا، هاد التكاليف كاملة غادي تخرج من جيوبنا حنا الزبائن. رسوم التحويل غادي تضرب في 3 ولا 4، مصاريف تسيير الحساب غادي تطلع للسما، وأي خدمة بنكية غادي تولي بالثمن ديالها. والأخطر من هادشي كامل ماشي هو غير الزيادة في المصاريف، الخطر الحقيقي هو أن بعض الأبناك المغربية تقدر ما تقدرش على هاد الشروط الجديدة. كاين واحد التقرير خرج من عند واحدة من أكبر وكالات التصنيف المالي في العالم. هاد الناس ماشي هوات، هادو هما اللي كيقولوا شكون قوي وشكون ضعيف في الاقتصاد العالمي. وهذا التقرير كيقول بالحرف أن التكاليف الجديدة ديال الCRD6
قاصحة لدرجة أن بعض الأبناك المغربية غادي يجيها حسن تجمع حوايجها وتسد الوكالات ديالها في أوروبا وتمشي في حالها. تخيلوا معايا مغربي عايش 30 عام في إيطاليا ولا بلجيكا، حياته كاملة وهو كيتعامل مع واحد البنك مغربي كيتيق فيه كيحط فيه فلوسه، وفجأة يفيق شي صباح ويلقاه سد ومشى. هادشي غادي يخلق واحد الفوضى كبيرة وغادي يخلي الناس حيرين وتالفين، وغادي يدفعهم للحلول اللي غادي نهضروا عليها دابا. وهنا بغيت كل شي يحل معايا ودنيه مزيان، حيت هاد النقطة هي أخطر نقطة في هاد الموضوع كامل. ومن طبيعة الحال ملي بنادم غادي يشوف أن البنكة ولات غالية، أول فكرة غادي تطيح ليه في بالو هي: علاش غادي نضيع الفلوس كاملة؟ نمشي نصيفطها في النوار مع شي صاحب ولا مع شي واحد كيدير هادشي ونهني راسي. هاد الفكرة اللي كتبان سهلة وذكية هي في الواقع أخطر فخ يقدر يطيح فيه مغربي عايش في أوروبا. هي الطريقة اللي تقدر تدمر ليه 20 عام ولا 30 عام ديال التمارة والغربة في دقة واحدة. القوانين ديال محاربة تبييض الأموال هنا في أوروبا ولات بحال شي وحش ما كيرحم. أي فليسات دازو من يد ليد خارج النظام البنكي الرسمي واخا تكون غير 200 أورو ممكن تعتبر جريمة. أول حاجة غادي توقع هي غادي تلصق فيك تهمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، واخا تكون النية حسنة. هاد التهمة بوحدها كافية باش تشوه السمعة وتخلي الواحد متبوع حياته كاملة. ثانياً، القانون كيعطي للسلطات الحق دير الحجز الفوري على كل شيء عند الواحد، الكونت في البنكة، الطوموبيل، الدار، كل شيء كيتجمد في البلاصة. ثالثاً، وهنا الكارثة الكبرى، هاد التهمة كتأدي مباشرة لسحب أوراق الإقامة. ديك لاكارت ديال 10 سنين اللي تقاتلتي عليها وضربتي عليها تمارة كتمشي في لحظة، وكتبعها مباشرة قرار الترحيل للبلاد، ما كاين لا عفاك لا والو. يعني بنادم على ود 30 ولا 40 أورو بغا يوفرها كيخسر حياته كاملة اللي بناها في أوروبا. عافاكم، ردوا البال، هاد الطريق راه عندها اتجاه واحد وما فيهاش رجوع. إلا كنتو كتحسبوا باللي المصائب وقفات غير عن تحويل الفلوس، راكم غالطين. باقا الضربة الثانية، وهادي غادي تقيسنا كاملين بلا استثناء، حيت كتعلق بواحد الحاجة كنديروها بشكل شبه يومي: الشراء من الانترنت. شكون فينا ما كيعجبوش يدخل لديك المواقع الصينية المشهورة ويتقدى حويجات ليه ولوليداتو بأثمنة اللي ما كنحلموش بها هنا في أوروبا؟ ديك المتعة ديال أنك تشري 5 ديال الحوايج بالثمن ديال حاجة واحدة هنا، للأسف حتى هي غادي تسالي. ركزوا معايا مزيان في هذه النقطة. ابتداء من 1 يوليوز 2026 أي حاجة كيف ما كانت غادي تشرى من شي موقع خارج الاتحاد الأوروبي والثمن ديالها قل من 150 أورو غادي تخلص عليها ضريبة ثابتة ديال 3 أورو. ولكن انتباه، هاد 3 أورو ماشي على الكلية كاملة، ماشي على الكوموند كاملة، لا، هادي على كل سلعة، كل منتج، كل قطعة بوحدها وسط ديك الكلية. فهمتوا القالب فين كاين؟ يعني إلا شريتي كوموند وحدة فيها 8 ديال المنتجات غادي تخلص 3 أورو مضروبة في 8 اللي هي 24 أورو ديال الضريبة فقط، عاد زيد عليها الثمن الأصلي ديال السلعة ومصاريف الشحن. باش تبان الصورة واضحة، أجي نديرو واحد الحسبة بسيطة مجموعين. غادي ناخدو مثال ديال سلة مشتريات عادية، من دوك الحويجات اللي نقدروا نشريو باش نتهلاو في راسنا ولا نفرحوا وليداتنا بلا ما نهلكوا الميزانية. شوفوا معايا كيفاش هاد الضريبة الجديدة غادي تقلب الموازين كاملة. شوفوا هاد الجدول راه كيفضح كل شيء. شريتي تيشيرت ب 8 أورو غادي تزاد عليه 3 أورو يولي ب 11، سروال ب 12 أورو غادي يولي ب 15، صباط ب 15 أورو يولي ب 18. ودابا شوفوا معايا العجب، مقباط ديال الشعر، ديك الحاجة البسيطة اللي كتشريها لبنيتك ب2 أورو غادي تخلص عليها 3 أورو ديال الضريبة ويولي الثمن ديالو النهائي هو 5 أورو. يعني الضريبة ولات 150% من ثمن المنتج الأصلي. هذه راه فضيحة. فالمحصلة النهائية، السلة ديالكم اللي كانت غادي تقام عليكم ب 37 أورو غادي تولي كتسوى 49 أورو. يعني تقريبا 33% ديال الزيادة في الثمن، وهذه الزيادة كلها مشات غير في الضريبة الجديدة بوحدها. هادشي بكل بساطة كيقتل الرغبة في أنك تشري أي حاجة رخيصة. دابا السؤال اللي كيطرح راسو هو: علاش الاتحاد الأوروبي دار هادشي كامل؟ واش ناقصينهم فلوس؟ الجواب هو أن الهدف أكبر وأعمق من مجرد جمع الفلوس. هذه حرب اقتصادية مدروسة. أولاً، بغاو يحميو التجارة ديالهم، شافوا بلي المنتجات الصينية الرخيصة غرقت الأسواق ديالهم وقتلات المنافسة للتجار والشركات الأوروبية. ثانياً، الهدف هو يجبرونا بزز منا باش نرجعوا نشريو من المحلات اللي حدا ديورنا واخا تكون غالية، بغاو يرجعونا للسوق المحلية. والهدف النهائي والأكبر هو يبدلوا الثقافة ديال الاستهلاك ديالنا، بغاو يكرهونا في هذا الشراء الرخيص والمفرط ويرجعونا نستهلكوا المنتجات الأوروبية فقط. هذا قرار استراتيجي باش يعاودوا يوجهوا الاقتصاد ديالهم ويتحكموا في الفلوس ديالنا فين كتمشي. إذن الخلاصة ديال هاد القصة كاملة:
عام 2026 غادي يكون هو العام ديال الصدمة المالية المزدوجة للجالية المغربية هنا في أوروبا. كنتكلموا على ضربة من جوج ديال الجهات، من جهة صلة الرحم مع بلادنا اللي هي تحويل الأموال غادي تولي غالية ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر، ومن جهة أخرى المتنفس الصغير اللي كان عندنا باش نوفروا شوية ديال الفلوس في الشراء من الانترنت حتى هو غادي يتضرب. هادشي كيفرض علينا كاملين بلا استثناء أننا ما نبقاوش مربعين يدينا ونبداو نوجدوا راسنا من دابا. المعادلة سهلة وواضحة بحال الشمس، فلوس كتر غادي تمشي في التحويلات وفلوس كتر غادي تمشي في التقضية اليومية. هادشي كيعني أن الميزانية الشهرية ديال كل أسرة مغربية هنا في أوروبا غادي تقاس بشكل مباشر. داك الهامش الصغير ديال التوفير اللي كان عند أغلبنا غادي ينقص بزاف والضغط المالي غادي يتزاد. الواقع المالي اللي كنا عايشين فيه قبل 2026 ما غاديش يبقى هو نفسه من بعد، خاصنا نكونوا واجدين لهاد التغيير الجذري. وهنا كنوصلوا للسؤال ديال المليون، السؤال اللي خاص كل واحد فينا يطرحه على راسو الليله قبل ما ينعس. مع هاد الزلزال المالي اللي جاي شنو خاصنا نديرو؟ كيفاش ممكن نوجدوا راسنا ونحميو عائلاتنا من هاد الصدمه؟ واش خاص من دابا نبداو نقلبوا على بنكات اوروبيه عندها رسوم قليله؟ واش خاصنا نبدلوا طريقه الاستهلاك ديالنا وديال ولادنا بصفه نهائيه؟ واش خاصنا نعاودوا النظر في الميزانيه ديالنا كامله ونبداو نديروا شي صندوق ديال الطوارئ؟ هاد الأسئلة ماشي طرف فكري، هذه أسئلة وجودية لمستقبلنا المالي هنا في الغربة. عام 2026 راه قريب كتر من ما كتصوروا، واللي ما وجدش راسو من دابا للأسف غادي يتلقى الصدمة كاملة في وجهه.